السلام عليكم، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بأحوال جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة اللي هي عبارة عن كيك اللي كيكون طالع في السمك ديالو ومفشفش وبنكهة ديال الحامض. وصفة اللي كتجي لذيذة بزاف ومنعشة، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نحصل على طبقة خارجية مقرمشة، والكيك كيجينا من الداخل معلك ورطب. غادي تشوفوا معايا المقادير. نبداو على بركة الله. غادي نحتاج 180 غرام ديال السكر، دانون ديال كريمي ديال الفاني، قبصه ملح، كاس ديال الزيت، عندي الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، 4 بيضات، 2 خمارات ديال الحلوى. في خلاط كهربائي او مولينيكس غادي نوضع فيه 4 ديال البيضات، ضروري يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نزيد ليها 180 غرام ديال السكر اللي كتعادل كاس وثلث كاس سكر عنبه. غادي نخلطهم مزيان. كنخلط البيض مع السكر مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي يكون اللون ديالو بيض ويكون مرغوي. من بعد غادي نزيد ليه كاس ديال الزيت. بالنسبه للقياس ديال الزيت غادي ديروا كاس مع مرش ديال العنبه بطبيعه الحال اللي كيعادل 130 ml. غادي نزيد علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، ممكن تستغناو عليه او ممكن تعوضوه بحليب يكون بدرجه حراره المطبخ. هادشي كله كنخلي الخليط ديالي كيتطحن مزيان وكنضيف ليه من الفوق. كنحيد الغلاقه ديال مولينكس وكنضيف شويه بشويه المكونات. في اناء فارغ غادي نفرغ الخليط اللي وجدت وغادي نضيف ليه 260 غرام دقيق خاص بالحلويات باش يعطيكم النتيجه جيده اللي كتعادل 2 كؤوس عنبه عامرين مزيان بالدقيق. غادي نزيد لهم دوك 2 خمارات حمرين الخاصين بالحلويات. غادي نغربلهم مزيان باش نحيد منهم دوك الكويرات اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي نزيد قبصه ديال الملح. غادي نوضع الخليط جانبا وغادي ندوز باش نوجد طبقه المقرمشه ديال الكيك. غادي نحتاج قشور ديال حامضه وحده، ولكن غادي ناخذ غير نصف الكميه ديال قشور الحامض. غادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال السكر بني. غنحاول اني ندخل داك السكر في القشور بيديه. غادي ناخذ المول ديال الكيك اللي دهنته مزيان بالزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، وغادي نفرغ فيه هذا الخليط ديال السكر والقشور ونحاول انني نلصقهم مع الجوانب ديال البول كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو باش ما تلصقش ليا الكيكه وباش نحصل على طبقه خارجيه مقرمشه. غادي نرجع للخليط اللي خليته على جنب. غادي نوضع فيه الكميه المتبقيه من قشور الحامض او الليمون. غادي نخلط الكميه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. غادي نحاول انني ندخل دوك النواشف في السوائل حتى نحصل على عجين تكون يكون الملمس ديالها رطب. غادي نزيد ليها نص كاس ديال الحامض اولا ممكن ديروا قل من نص كاس، وغادي نخلط مزيان. من بعد غادي نفرغ الخليط ديالي في المول اللي وجدت من قبل اللي درت فيه السكر مع الحامض اللي غادي تعطيني طبقه خارجيه مقرمشه.
غادي ناخذ هاد المول وغادي نخبط به شي شويه باش نحاول انني نحيد دوك الفقاعات اللي كتكون في الداخل ديال الكيك باش يجيني الكيك مفشفش كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. وغادي ندخلها الفران. غادي ندخلها الفران يكون سخون مسبقا، وخصها طيب على 150 درجه من التحت تتشوفوها تحمرت من الجوانب، وعاد غادي تشعلوا ليها من الفوق باش تحمر. غادا نوجد السيرو باش غادي نسقيها. احتاجيت نص كاس ديال سنيده، وغادي نزيد ليها نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال الحامض نفس الكميه، وغادي نوضعهم في واحد البول وغادي نخلطهم بالمعلقه ونخلي داك السكر حتى يذوب في داك الماء. وهي الكيكه كيف ما كتشوفوا معايا راها وجدات ومحمره مزيان. غادي ناخذ واحد السكين ونحاول انني نحيدها من الجوانب ديال المول ونشوفها ياك ما لصقاتش ليا، وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكيك ندور عليه كله. بنفس السكين غادي نضغط على السكين، غادي ندخل السكين لداخل ديال الكيك وغادي نشكل فيه ثقوب. عاد غادي نسقيها بداك السيرو اللي خليته يتشرب داك السكر سنيده ويذوب في نفس الوقت. بالنسبه لهاد الخطوه كنوريكم باللي راه السكين ما لاصقش فيه العجينه، يعني الكيكه راه طايبه مزيان وناشفه. من بعد ما سقيت الكيك غادي نخليه يبرد بدرجه حراره الغرفه. من بعد غادي نغطيه بسيلوفان وغادي ندخلو الثلاجه نخليه يبرد تماما. من بعد ما برد الكيك تماما خرجته وغادي نزولو من داك المول، راه ما كيكونش لاصق. حاولوا انكم تقعدوا غير بالسكين وغادي تحيد لكم. شوفوا معايا الكيك كي متشرب، كتبان فيه ديك اللمعه بسبب داك السيرو اللي تشربته الكيكه. من بعد غادي نزينها بالكوك، ممكن تزينوها باي حاجه متوفره عندكم في الدار، وكذلك على حسب الذوق ديالكم. غادي نقطع معاكم قطعه باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كيفاش كيجي. صراحه هاد الكيكه كتجي لذيذه، كتجي مفشفشه ورطبه من الداخل، وزياده على ذلك كتجي طالعه، يعني غادي تبقى لكم مده طويله. شوفوا معايا القطعه كتجي مسقيه مزيان كيجي فيها واحد اللمعان ديال داك السيرو باش سقيناها. صراحه الكيكه كتجي لذيذه، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.